النهارده يا جماعه هنتكلم عن فيديوهات الذكاء الاصطناعي. فيديوهات الذكاء الاصطناعي بتجيب تخلف في المخ. يعني انت لو انسان طبيعي وبتفكر هتبقى تفكير حرفيا. يا جماعه اقسم بالله الفيديوهات بتاعت الذكاء الاصطناعي غريبه قوي. يعني انا جيت ببص عليها دلوقتي بالصدفه، قلت لازم اصور عليها فيديوهات غريبه قوي ما تخشش العقل اصلا. يعني الواحد بتخوف اصلا، في فيديوهات منها بتخوف، في فيديوهات منها اللي هو انت ازاي مخ اصلا طبيعي، انسان طبيعي هيفهم او يتخيل المنظر المقزز اللي احنا بنشوفه في الفيديوهات الذكاء الاصطناعي. عايزين تشوفه؟ مش مسؤول، البسوا النضاره بتاعت منع تتحرق بسبب اللي احنا هنشوفه دلوقتي في الفيديو ده. طيب يا جماعه بصوا، ده اول فيديو. انا بجد مش فاهم اي حاجه. يعني ليه واحد يقدر يكتب في الكومنتات، او يعني انه في الذكاء الاصطناعي يكتب فيديو يطلع بالمنظر المقزز ده؟ انا مش فاهم حاجه يعني. بس زي ما انت شايف ده اللي انا قصدي عليه. تمام، تعال نشوف فيديو تاني. ليه؟ بصوا يا جماعه الفيديو ده، بصوا بجد الفيديو مقزز، والله بجد الفيديو مقزز. انا مش عارف ده اليوتيوب هيحاسبني عليه ان انا بجيب المناظر دي ولا لا، بس يعني انت شايف؟ يعني ليه واحد يقدر يصمم حاجه متخلفه زي كده بجد؟ طب بصوا يا جماعه الفيديو ده، بصوا الفيديو ده، ايه ده؟ ايه ده؟ ليه؟ فيديو بجد مقرف، والله العظيم بجد الفيديو مقرف قوي. بص لا، ايه ده؟ ايه ده؟ طب والله بجد ايه ده؟ ليه؟ عادي مثلا، يعني ده فيديو تجربة عادي. طب ايه ده؟ ايه القرف ده؟ بجد لو في عيال، والله بجد لو في عيال سنها صغير وبيشوفوا الفيديوهات دي هيجيلهم حالات نفسية، بجد هيجيلهم حالات نفسية. يعني تخيل ده بيظهر لهم في مثلا جايبينه على السرير وبتاع، فتخيل واحد طفل صغير مثلا شاف الفيديوهات دي، هيبقى متخيل ان دول تحت السرير مثلا، هيطلعوا من البطانية زي ما انت شايف المناظر المقرفة دي. في برضو انواع فيديوهات بقى مقززة بقت مشهورة قوي على التيك توك وكده. بيبقى حيوان وراس بني ادم، يعني هتشوف دلوقتي. بص ايه ده بقى؟ يعني ليه التصميم ده؟ ليه؟ ايه قشطان؟ قشطان. بصوا يا جماعه، بصوا بجد، ايه ده؟ بجد يا جدعان هوريكم دلوقتي فيديو بجد اللي عامله مختل عقليا، في حاجه غلط، هو مولود مش طبيعي، مولود مريض نفسيا يعني. بجد هتشوفوا دلوقتي مع بعض. بس الفيديو ده مش واحد واعي واحد طبيعي، ده واحد عايز يوري للناس هو متخلف ازاي، بس جات له الفرصة ان الذكاء الاصطناعي وفر له انه يظهر الحاجات اللي في مخه. يعني ده شخص طبيعي كده في دماغه، يعني هو مولود مريض نفسي كده. هنعرف دلوقتي انا قصدي على ايه. بصوا يا جدعان الفيديو ده. يعني ليه واحد يعني التصميم حتى ازاي جه في مخه؟ ازاي جاب في مخه التصميم ده؟ بصوا يا جماعه اتفرج، ايه ده؟ ودي يا تونغ جماعه تونغ 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 اكتر تونغ حاجه تونغ تونغ اتشهرت، ساهور. انتوا عارفين ده غني عن التعريف. طب تعالى نعمل كده حاجه، نعمل سيرش على حاجه بسيطه. بصوا يا جماعه دي بجد الترند اللي اتشهر بجد قوي اللحظه دي. انا بجد مش عارف ايه اللي شهر الفيديوهات دي، ولكن لما تيجي تتفرج على الفيديو انت بتتفرج عليه، يعني انت بتجبر انك تتفرج عليه، بس الواحد مش عارف ليه، فاهم؟ ف ده بقى مش عارف بيلعب على دماغك ده ولا ايه، بس بجد انت بتبقى عايز تتفرج عليه فضول، فاهم؟ بتشوف ايه الكائن ده، ايه توم سهور ده. Scimpanzini bananini or bombardiro crocodilo. Bombardiro crocodilo. Bombardiro crocodilo or trallallero trallallà. Tralalero tralala. Trallallero trallallà or brr brr patapim. Brr brr patapim. Brr brr patapim or bom bom bom. Tigrulini watermelini. Bom bom bom. تجريني ووتر ماليني. والله بجد التصميم اللي بيعملوه ده اقسم بالله
يعني انا مش فاهم، بس هو بيخلي الواحد يتفرج. يعني حتى الناس بدأت تعمل رياكت عليه ويعني الواد اللي انا جايبه لكم دلوقتي ده اقل فيديو عنده بيجيب 2 مليون لايك، مليون ونص لايك، فاهم؟ ده اقل حاجه. ليه؟ عشان بيعمل التحدي ده ان هو بيجيب مين احسن فيهم، يعني ده ولا ده، وهو بيختار حد فيهم. فده ترند اصلا، بس الترند ده جايبه على الذكاء الاصطناعي ده بجد. مين ما اتفرجش عليه؟ مين ما وصلوش الفيديو ده اصلا؟ فاهم يعني؟ انا شفت الفيديو ده مش اول مره اشوفه، بس يعني ودينا شفناه تاني مع بعض وكلنا فالموضوع اصلا غريب. ولكن بصراحه في ناس بتستخدم الذكاء الاصطناعي ده في حاجات حلوه، في ناس بتستخدمه الذكاء الاصطناعي حاجات يعني وحشه. فانا مش عارف يعني، على حسب الناس اللي بتستخدمه ازاي. ولكن زي ما شفتوا الفيديوهات الغريبه بجد، الواحد ما يستوعبش ايه المناظر المقززه اللي احنا شفناها دي. ولكن في فيديوهات بتضحك، يعني زي توم سعور. والترند بتاع تيك توك بصراحه جامد، يعني ما اكدبش عليكم. اللي هو مثلا يقوم، فاهم؟ اللي هو مثلا يقوم جاي حاطط ايديه مثلا كده، فاهم؟ توم. فبس كده. اتمنى يكون الفيديو عجبكم يا جماعه. معلش على القطع، بقطع كتير انا عارف، بس للاسف عشان جامعه وامتحانات وهكذا. فاتمنى ان انتوا تستنوني كده ان شاء الله. يا رب يكون الفيديو عجبكم. اشوفكم في الفيديو الجاي. سلام.